الفاعلين يعني كنخبه من نظام النخب الفاعله في الميدان الجمعوي وجهه وداد الخبراء، اننا اشتغلنا على فكره، وهي الفكره تقاسمناها مع واحد المجموعه من رؤساء الجمعيات اللي في الحقيقه حاولنا اننا نختاروا اناس يعني عندهم مصداقيه، عندهم طموح، عندهم روح العمل الجمعوي. هذه الجهات جهه وداد الخبراء وكاين سوء فهم للعمل الجمعوي بصفه عامه، ولهذا من الداخليه اننا نبرر لماذا من بعد واحد تقريبا 16 سنه او 18 سنه من الميدان الكشفي بالتراتبيه كذلك من منخرط الى قائد الى مسؤول الى قائد كتيبه الى مفوضين جهويين، هذه المسؤوليات كامله اللي تعاقبنا عليها وتعاقبنا عليها في اطار منظمات وطنيه. استراتيجيه العلويه الشريفه من خلال هذه الخطابات حاول يكرس مفهوم الجهويه المتقدمه ومفهوم الحكم الذاتي للاقاليم ديال الصحراء. نأسسوا منظمه بقياده عامه او بامانه عامه وبمركزيه باحد الاقاليم الجنوبيه، والا هي عروسه الجنوب مدينه الداخل. ونتمنى ان جميع الفاعلين لا في السلطه المحليه ولا في السلطه ولا في المدنيه انها تتفاعل مع هذه الفكره، لانها ما هي منظمه كيقتصر على افراد، وانما هذه منظمه للمجتمع كامل. وهذه فكره ياضتنا كاملين بجميع اطيافنا وجميع اجناسنا رغم اختلافاتنا، اختلاف الموده ان ندعموا هذه. نعرفوا دور الناس والحمد لله نحبوا نرحبوا به توجيه العوده ونشكرهم على الجيب ونشجعوه بان عاد نبدا فيها روح رياضيه وفيه روح شبابيه بلا بدا من التربيه، وحنا نشكروا عليه الحمد لله والناس كامله عارفه. وقلنا راي عن هذه الجمعيه اللي تحمل هذا الاسم. جماعة سواء قيادة أو مندوبية غيكون من الفروع، هذا ما هو إلا شرف لنا وشرف للجهة ولله الحمد. وما نقول إلا نشكر الله سبحانه وتعالى لأن المسيرة كما يعلم الجميع عزيز علينا كلنا. يقولون في الأكاديمية العسكرية الدولية والعالمية بأنهم يدرسون هذه خطة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد بعشاش. اليوم كما تتبعتم معنا، اولا بعد نشكر يعني الموقع الداخل الراي على حضورها معنا وعلى تغطيه هذا الحدث اللي كان نعتبره حدث مهم، اللي هو تاسيس منظمه كشافه المسيره الخضراء القياده العامه بالداخله. وهذه فكره وبادره اولى بالاقاليم الجنوبيه في اطار كذلك تدخل في اطار يعني الخطابات اللي كي يدلي بها صاحب الجلاله تجاه شعبه اللي حول الاقاليم الصحراويه والاهتمام بالاقاليم الصحراويه. وحنا اليوم جينا كجسم مكمل لباقي الاطياف الكشفيه اللي كاينه على الصعيد المملكه من شمالها الى جنوبها. وكنشكر الاخوان اللي حضروا معايا في التاسيس ديال القياده العامه، واليوم تبعتوا معنا المؤتمر التاسيسي ديال القياده. ونتمناو ان شاء الله تلقى يعني صدى عند السلطات المحليه والتعاون عند القطاع الوصي اللي هو وزاره الشباب والرياضه. وبالمناسبه كنشكرهم على توفيرهم مقر لهذا النشاط البارز. وكنشكروا كذلك الاخوان اللي الاعلاميين اللي غطوا هذا الحدث، وحتى هم راهم يعني سلطه رابعه مهمين في هذا الميدان وفي مواكبتهم لهذه التجربه الفتيه. شنو هي اولى الانشطه اللي غتقوم بها؟ أولى الأنشطة هي إن شاء الله احنا عندنا أهداف داخل كما تتبعتم معنا داخل القانون الأساسي، لكن الأهداف الأولى هو اختيار بعد حصولنا على الوصل القانوني اختيار مكاتب
يعني اقليميه على كل صعيد عمل ديال الاقاليم الجنوبيه، وفتنا نسقنا مع بعض الاخوه اللي كتربطنا بهم علاقات جمعويه في السماره وفي بوجدور وفي العيون وفي الطنطان وفي قليميم وفي واحد المجموعه ديال في جميع الاقاليم تقريبا الجنوبيه، وكذلك سننتشر ان شاء الله في الاقاليم الاخرى بشمال المملكه. هذه من بين الاهداف اللي مسطرينها احنا، وهو تكوين واحد مجموعه من المناديب المقبلين على الفروع ديال جهه والذهب القويره السابق لا يقبضوا مسؤوليه ديال مناديب الفروع ان شاء الله. الجديد اللي غتقدم المنظمه ديالكم الجديد اللي غتقدمه هو انه يرجع الميدان الكشفي والروح الميدان الكشفي اللي عشناه في الخمسينات مع المنظمات العتيده داخل الحركه الكشفيه في المغرب، واعطاء يعني ارجاع القطار السكه ديالو في هذا الميدان، واعطاء روح جديده. وهذه كتعرفوا بان قابضه اسم يعني كبير، اسم اللي هو المسيره الخضراء اللي حقيقه حدث كان نحتفلوا به سنويا على صعيد المملكه. وبهذه المناسبه يعني هذا حدث تاريخي مهم غادي نحاولوا نركزوا عليه حتى نحن باش ندرسوه للاجيال ديالنا والقسم اللي عندنا.